اهلا بيكم حلقة جديدة من سلسلة في الرحلة. النهاردة هنتكلم كالعادة عن موضوع مهم جدا جدا، لازم دايما كده نبقى قدام عينينا واحنا في رحلتنا كده على الارض. ايه الموضوع ده؟ في آية كده يا جماعة لازم دايما نبقى حاطينها دايما قدام عينينا: قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. يعني ايه؟ وجودنا هنا في الرحلة اللي احنا بنعيشها على الارض دي مهم دايما عيننا على نفسنا. هو احنا بنطلع فوق وبنعمل من نفسنا نسخة أحلى، ولا الحياة عمالة تخبط فينا وتلطش فينا فعمالين بنعمل نسخة أوحش وأوحش وعمالين بننزل تحت، فاحنا بقينا من الخايبين خاب من دساها. طيب يبقى احنا عنا واهم هدف في حياتنا مش بس الاهداف اللي احنا بنحطها للحياه، عايز اشتغل، عايز ابقى معايا فلوس، عايز اخد الشهاده الفلانيه، في هدف دايما قدام عيني اني عايز اعمل من نفسي نسخه احلى. طب ازاي اقدر اعمل من نفسي نسخه احلى عشان اقدر اساعد نفسي؟ فيه طبعا اكيد طرق كتير، بس في النهارده هنتكلم على نقطه مهمه جدا. عشان اساعد نفسي اعمل من نفسي نسخه احلى مهم قوي اتفرج عليا من جوه، مهم قوي ابقى صادقه مع نفسي وادخل اتفرج كده على العالم الداخلي بتاعي من جوه، يا ترى هو عامل ايه. لو جبنا ورقه وقلم هنقسمها 3 اجزاء. لما هنيجي نتفرج على العالم الداخلي كده عايزين في تقسيمه كده معينه هنعملها عباره عن 3 اجزاء، 3 خانات. اول خانه عايزين ندخل جوه نتفرج ونطلع يا ترى ايه نقاط القوه اللي عندي، يا ترى انا بعرف اعمل ايه، يا ترى انا شاطره في ايه، يا ترى ربنا معلمني او مخليني اعمل ايه بسهوله. في حاجات بالنسبه لي سهله بالنسبه لناس تانية صعبه، بس هي بالنسبه لي انا سهله. يا ترى انا بحس اني متميزه في ايه، يا ترى بحس اني مختلفه في ايه. محتاجه ادخل اتفرج واطلع كل الحاجات الحلوه اللي جوايا، كل نقاط القوه اللي جوايا لازم اطلعها واتعرف عليها. كل ما هطلع عمرك ما هتجيبي كل حاجه، احنا بنطلع حبه وكل شويه في الرحله هتكتشفي انك بتكتشفي حاجات جديده عن نفسك. طيب اطلعها ازاي؟ نرمين واكتشفها ازاي؟ في الوعي بتاعك الذاتي اللي انت عارفاه عن نفسك. انا عارفه اني شاطره في ده، عارفه اني بعرف اعمل ده، انا عارفه اني ده مستوى من الوعي. طيب ممكن استعين بحد بثق فيه، واحده صديقه، مامتي، اختي. هو انت بتشوفي انا شاطره في ايه؟ هو انت بتشوفي انا ممكن اكون مختلفه في ايه؟ هو انت بتشوفي ان انا ممكن اكون متميزه في حاجه، مختلفه في حاجه؟ انت رايك بتشوفي عندي ايه حلو انا ممكن اكون مش شايفاه؟ فبستعين بحد بثق فيه، يبقى عين تانية تساعدني اشوف جوايا حاجات حلوه انا مش شايفاها. طيب ايه كمان مهم جدا؟ ان انا ابتدي في هتلاقوا دايما دلوقتي على السوشيال ميديا كتير في اختبارات لتحديد نقاط القوة، لاكتشاف الشخصية، لاكتشاف الشغف، لانك تفهمي اصلا شخصيتك ايه. في دلوقتي اختبارات كتير متاحة اونلاين وبدرجات متفاوتة، في منها اللي فور فري، في اللي بمبالغ بسيطة، وفي اللي غالية فعلا جدا. في تفاوت كبير، اقدر ان انا حسب انا قدرتي اقدر اعمل ايه، ادخل اخوض الاختبارات دي واعملها واشوف هم هيساعدوني الناس اللي عملت الاختبار ده اني اشوف ايه في نفسي انا ما كنتش عارفاه. طيب الحاجة الرابعة اللي هتساعدك وتساعدك تكتشف الحلو اللي جواك، تكتشف مميزاتك، تكتشف قدراتك، تكتشف نقاط القوة اللي ربنا حطها جواك ومستخبية وانا ما اعرفهاش، ان انا اخوض تجارب جديدة. مهم جدا 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 نخرج بره ان الحياة عبارة عن روتين كل يوم اللي بنبات فيه بنصحى فيه. لازم دايما مع الروتين ده كل شوية بدخل نفسي تجربة جديدة، بجرب حاجة جديدة أنا ما كنتش بعملها، بروح أجرب أتعلم حاجة مختلفة ما كنتش بسعى ليها أو مش في مجال شغلي. ليه؟ التجارب يا جماعة الجديدة دي والمختلفة هي اللي هتساعدنا نكتشف حاجات عن نفسنا إحنا ما كناش مكتشفينها. فأنا مش هكتشفها غير من خلال تجربة. يعني لو أنا ما كنتش اشتغلت مثلا في الكوتشنج أو فترة معينة في حياتي في التدريس، ما كنتش هكتشف اني عندي قدره اني اوصل المعلومه من خلال اني ادي امثله. الناس اللي متابعاني هتلاقوني دايما بدي المعلومه ازاي؟ مثال، قصه، تشبيه. لو انا ما كنتش خدت التجربه، انا اشتغلت فتره، انا في الاصل مهندسه، اشتغلت فتره بعد كده عملت شيفت كارير، اشتغلت في التدريس. لو انا ما كنتش عديت على محطه التدريس اللي انا ما استمرتش فيها، ما كنتش اكتشفت ان انا عندي المهاره دي، عندي القدره دي. طب هل انا انتفعت بيها في التدريس؟ لا، انا رحت انتفعت بيها بقى في الكوتشنج، في مجال شغلي، في حاجه تانية خالص.
بس التجربه بتاعه التدريس اللي هي اصلا ما استمرتش هي اللي خلتني اكتشف حاجه عن نفسي انا ما كنتش واخده بالي منها. يبقى اي تجربه، اي كورس، اي ورك شوب، اي كتاب، اي حاجه تجربه هتخوضيها حتى لو ما طلعتيش بالاستفاده اللي انت فاكراها، صدقيني انت هتتعلمي حاجه عن نفسك. صدقني انت في حاجه هتكتشفها عن نفسك انت ما كنتش عارفها. كان لازم امر بالتجربه علشان تنور عندي واكتشفها. فاذا رحله اكتشاف الحلو اللي جوانا هي مش حاجه هتنتهي، يعني هي مش قاعده فانا لازم اجيب الاجابه الصحيحه من مره واحده وجبت الحاجات كلها. لا لا لا، احنا جوانا حاجات كتير قوي حلوه، كل شويه هتكتشفي اكتر واكتر واكتر. ايه ده، انا ربنا طلع عندي، ايه ده انا طلعت بعرف. الشاطر اللي هيفضل في تجارب ويفضل بيتعلم هو ده اللي هيفضل بيكتشف حاجات جواه. طيب الهدف ان انا اكتشف الحاجات دي ايه؟ عشان احطها على ورقه وقلم واقول لنفسي الله انا طلعت حد جميل، الله انا حبيتني، ده انا طلعت حد جميل فحبني، وده السلف لوف اللي الناس بتكلمنا عنه. لا، اني بعد ما اكتشفت بقى قومي استمتعي بقى بالحاجات دي، قومي بقى نفذيها، قومي استغليها، قومي اشتغلي بيها، قومي فعليها، قومي شكر النعمه بالفعل. ربنا اداكي الحاجات دي ليه؟ عشان تعملي بيها ايه؟ يبقى هقوم افكر ازاي نسختي الاحلى اوظف الحاجات اللي ربنا اداهالي وخلاني بحبها وخلاني شاطره فيها، اوظفها ازاي، استغلها ازاي عشان اعمل من نفسي نسخه احلى، وعشان اساعد بيها اللي حواليا ان هم كمان يعملوا نسخه احلى. يبقى دي كده اول خانه. طيب في خانه تانية بقى، هنقول كلام هيزعل بعض الناس، كلام كده ايه هيبقى فيه اختلاف مع وضد، ولكن ده رأيي المتواضع. والاختلاف ايه في القضية لا يفسد ايه في الود قضية، بيقولوا ايه، ما علينا. المهم ايه بقى الحتة دي؟ في جوانا يا جماعة حاجات هنكتشف ان هي محتاجة تهذيب. يعني ايه؟ احنا جايين رحلتنا على الارض في تهذيب للنفس. هنلاقي جوانا في حاجات ما بنعرفش نعملها، نقط ضعف، ودي هنتكلم عليها. بس غير ان في حاجات ما بعرفش اعملها او بنسميها نقاط ضعف، في حاجات عايزه تهذيب. يعني ايه الكلام ده؟ نيجي مثلا نشوف واحده ضحكتها عاليه قوي، طريقه ضحكتها يعني ملفته والمكان كله بيتفرج عليها، بس يقولك هو انا كده يا جماعه، انا ضحكتي كده، انا طبيعيه، سيبوني بطبيعتي. تلاقي حد صوته عالي جدا وطول النهار عامل ديستراكشن والناس كلها بتبص، هو انا كده يا جماعه، انا طريقتي كده. حد طريقته عشوائيه جدا ما فيهاش اي نظام، بيأذي اللي حواليه والناس اللي حواليه بتشتكي، انت حاجتك في الارض، انت المكتب، انت البيت. هو انا كده يا جماعه، تقبلوني يا خلقه ربنا، انا نازل كده، انا نازل طبيعتي كده وتركيبتي كده، انتوا غراب جدا. تلاقي واحده نرمين، هو انا كده، هي طريقتها ذكوريه تميل للجانب الذكوري في لبس، في لغه جسد، في طريقه كلام. نرمين this is me، انا كده، انا بحب الانسان يبقى بطبيعته، دي طبيعتي. فعندنا مفهوم خاطئ لفكره اني اتقبل حاجات معينه فيا، وان فكره دي الترو سيلف بتاعتي، ونلاقي كلام عميق بقى دي الترو سيلف بتاعتي. واسمع ناس اوريدي بتكون متخصصه، عشان كده بقول لكم الموضوع ممكن يبقى فيه اختلاف او خلاف، انه يقول لك احنا بنشوه فطره الطفل. الطفل بيجي بطبيعته هو عايز يعمل حاجات معينه، فاحنا بقى نخنقه، نقعد نقول لها ما تتكلميش بالطريقه دي، تضحكيش بالطريقه دي، ما ينفعش تقعدي بالطريقه دي، خلاص يا جماعه سيبوه براحته يعمل اللي هو عايزه، خليها تبقى يعني be yourself حبيبتي، انا I will support you ان انت to be yourself. ونلاقي كلام احنا مش فاهمين من وجهه نظري هو اصلا احنا هنا على الارض ليه؟ هو انا جاي اهذب نفسي على فكره. في حاجات اوكي هي نازله معايا في السيستم، قد تكون جينات، قد تكون نازله كده في السيستم بتاعي، في البصمه بتاعتي، وقد تكون انا اكتسبتها نتيجه بيئه معينه انا نشأت فيها. ايا كان السبب، مش هو ده الموضوع بتاعنا. الموضوع ان انا قدام حاجه محتاجه تتهذب، محتاجه اعمل لها تهذيب. انا بدات انتبه، انا فعلا صوتي عالي قوي ودايما ملفته وده ما ينفعش. فتيجي تقولي لا نرمين ينفع، وانت جبتي منين الريفرنس ده وليه جبتي الكلام ده؟ ايوه عشان احنا كل حاجه بنعمل المرجعيه بتاعتنا، عندنا كتابنا، عندنا القرآن الكريم ده المنهج. هو احنا عندنا آية بتقول ايه؟ واقصد في مشيك واغضض من صوتك. بقيت الآية ايه بقى؟ مرعبة. ان انكر الاصوات لصوت الحمير.
يبقى انا عندي اهو في لفت نظر هنا ان الصوت يبقى واطي، ده كمان للراجل، يعني ده للراجل والست، ما بالنا بقى للست. اوقات اروح اخرج في اماكن الصبح الاقي جروب صوت عالي وضحك وقصص خاصه جدا بتتقال بصوت عالي والناس كلها سامعه. ليه؟ يعني ليه مش بحاول ان انا اهذب من نفسي، من طريقتي، ضحكتي، من تون صوتي، من ان انا مش مرتبه ابتدي اتعلم ان انا ارتب، اني مش بركز، ما عنديش تخطيط، انا ماشيه كده على الله حكايتي. لا، انا بقى ادركت ان انا عندي هنا في حته في نفسي بتحاول تتبع الهوى. فاكرين فيديو كده قبل كده قلناه؟ فانا لا بهذبها، بقومها، بعلمها، بشد عليها. ايوه ده لازم علشان نعمل من نفسنا النسخه احلى. فمش الطفل بس على فكره اللي احنا بنربيه، كل واحد فينا عنده اب او ام عنده اولاد فاكر هو بيربيهم. لا على فكره اكتر حد محتاج تربيه هو نفسك. ولو انت عندك 70 80 90 سنه هتفضل طفل في الحياه، بتكتشف كل شويه جوانب جواك محتاجه تهذيب. يبقى فكره اني اتقبل نفسي واقول this is me، هو ده انا ودي طبيعتي وده انا كنرمين، بقولك ده مش هيطلع منك نسخه احلى، ده مش الهدف. احنا عايزين نقابل ربنا باحلى نسخه مننا. هذبنا يا رب الحته دي. ايوه انا بميل للجانب الذكوري اكتر، بس انا يا رب نويت، لا انا عرفت يا رب ان ربنا مش بيحب اللي بيتشبه بالرجال من النساء ولا اللي بيتشبه بالنساء من الرجال. خلاص ما دام دي حاجه مش بيحبها، ده المرجع بتاعي مش المجتمع بيقول لي ايه. المجتمع بيقول لك بي يور سيلف، بس الكتاب وربنا ورسولك مش بيقولوا كده. يبقى انا خلاص، يبقى انا في اختبار في حته جواه. كل واحد فينا عنده الحته اللي بيهذبها. نرمين عندها حته بتهذبها، احمد عنده حته مختلفه، منى عندها حته مختلفه، كلنا عندنا ده. يبقى انا هبتدي اتعلم بقى عن طاقه الانوثه، ازاي ان انا ابقى انثى اكتر، اغير افكاري عن الراجل والست، امشي رحله بقى اهذب فيها نفسي. يبقى دي الخانه الثانيه عشان اعمل من نفسي نسخه احلى. الخانه الثالثه والاخيره، زي اي حد فينا كلنا عندنا نقاط نقاط ضعف، حاجات ما بنعرفش نعملها قوي، حاجات ستك فيها وبنتألم عشان احنا اصلا ما بنعرفش نعملها. يعني في حاجات بنعرف نعملها بس يعني على قدنا كده ضعفة فيها، في حاجات ما بنعرفش نعملها خالص. ما بعرفش احمي حدودي، ما بعرفش اقول لا. نرمين انا ما بعرفش اخد حقي، انا بتألم ما بعرفش اخد قرار، مترددة دايما ودايما عايزة حد. يبقى دي حاجات هبتدي اكتبها في الخانة اللي دي حاجات عايز، دي ضعف مش تهذيب، ده هنا في ضعف عندي، في محتاجة اتعلمها اكتسبها. وابتدي من هنا انا بقيت كده مقسمة عندي تفنيطة. طب هل هروح اعمل كل ده مرة واحدة؟ لا، دي المرحلة الاولى اللي بنفنط كده الورق بتاعنا وبنعمل الوعي والوضوح. بعدها واحدة واحدة، بالراحة على نفسك وبالراحة على نفسك. احنا حطينا النية قدام ربنا، يا رب انا عايزة اقابلك بنسخة حلوة، يا رب انا اهو هغير من نفسي وهطور وههذب وهتعلم واقرأ انا هعمل كل ده. بس واحدة واحدة هبتدي انا عندي دي في نقطة في قوة، هبتدي اركز على دي اني افعلها واركز عليها عشان اتطور وابقى نسخة احلى في الحتة دي. هبتدي اركز على يا اما جانب واحد ابتدي اهذبه، يا اما حاجة واحدة عايزة اطورها جوايا او اتعلمها او اكتسبها، او ضعف عندي عايزة اقويه. اروح اتعلم عنه، احط له خطة خطوات دن، اروح يس دن واحط لي ستار نكست اللي بعده، اروح انقي تاني. وكل شويه تصالحي انك ممكن تعملي ادت. دايما لما ببتدي اي كورس او اي حاجه اقول لهم بصوا يا جماعه، سكه الوعي سكه اللي يروح ما يرجعش. يعني ايه؟ كل شويه في لمط هتنور. ايه ده؟ اكتشفت حاجه قويه بس اكتشفت حاجه ضعيفه. ايه ده؟ اكتشفت ان انا عايزه اهذب دي بس اكتشفتي حاجه حلوه. استمتعي بالرحله واستمتعي باللعبه، وثقي ان مادام النيه اتحطت وانتي بتاخدي بالاسباب وانت بدات تسعى وتاخد بالاسباب، حتى لو متنا بكره ربنا كريم كان عارف نيتنا وان احنا كنا هنسعى، ودي يا رب كانت خطتي. بس مفيش انسان بيغير كل حاجه مره واحده. فبالراحه على نفسكم. التقبل بقى اللي احنا عايزين نتكلم فيه، تقبل مساله الوقت. انا نويت وهحط خطه، فالتقبل هنا اني اتقبل ان في مسافه من النقطه اللي انا فيها للنقطه اللي انا عايزه اوصل لها. مش التقبل ان انا اقول هو انا كده واركن بقى على جنب، لا، التقبل اني اتقبل الوقت اللي انا محتاجاه عشان اوصل للنسخه دي، واتقبل وابقى مطمنه ليه يا رب كريم بيشوف كده اللي جوانا اكتر من نفسنا،
وانه عارف ان لو عندي عمر ان شاء الله باذنك يا رب هقدر ان انا اعمل من نفسي النسخه الحلوه اللي قبله بيها. اتفقنا؟ اخر حاجه كده قبل ما نختم، اضعف الايمان يعني اللي مش عايز يتغير، وهو انا كده يا نرمين وطبعي كده وطريقتي كده وصوتي كده وضحكتي كده. اضعف الايمان يعني اضعفه، بلاش اقول هو انا كده، قولي انا عارفه ان ضحكتي غلط، ضحكتي لا تليق، بس انا مش عارفه اغيرها، بس انا حاليا مش قادره اغيرها. انا عارف ان انا راجل طريقتي مش منظمه، طريقتي عشوائيه، ما عنديش تخطيط لحياتي، ما عنديش انا عارف ده، بس انا حاليا لسه مش عارفه اتغير. يبقى على الاقل بدي اشاره لعقلي اني بأقر ان دي حاجه غلط، فان شاء الله باذنك يا رب يجي في يوم من الايام نصلح الغلط. لكن طول ما انا بقفلها لعقلي بالضبه والمفتاح، هو انا كده هو انا كده هو انا كده، عمري ما هتغير، عمري ما هعمل النسخه الاحلى. فيبقى فاكرين كده الحلقه اللي فاتت لما قلنا اللي لينا واللي علينا، وابقى صادق مع نفسي. لازم ابقى صادقه مع نفسي، ايوه اللي انا بعمله ده غلط، ايوه بلاش ايجو، بلاش تقبلوني زي ما انا وحبوني زي ما انا ده كلام يا جماعه انا اسفه جدا في ناس بتقعد تبيعهن، ده مش الواقع ومش الحياه، وده متعارض تاني مع سبب من وجودنا على الارض. كلنا بنساعد بعض وبنلفت نظر بعض وعيون تانية لبعض، نساعد بعض ان احنا ننجح في رحلتنا ونقابل ربنا كده بنسخه حلوه. يبقى اضعف الايمان نقول ايوه انا عندي دي وعارفه انها غلط، بس لسه ما انش الاوان ان انا اتغير فيها او اصلحها. اتفقنا يا حلوين؟ اتفقنا. ان شاء الله كده ربنا يعيننا يا رب كلنا ويعلمنا ويفتحها علينا عشان نقابله كده كلنا كده مع بعض واحنا نسخه كده حلوه يبقى راضي عنها هو كده والرسول كده عليه الصلاه والسلام ان شاء الله. شكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.